كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا تمام. اللي ما بيعرفني أنا بشرى، صانعة محتوى يوميات وفلوجات. أهلا وسهلا فيكن من وين ما كنتوا عم بتتابعوني. اليوم جيتكم بفيديو جديد لزيارتي للشام، وبلشنا نجهز شو رح ناخد معنا أغراض للسفر وهيك. رح نروح أنا وأختي شام اللي إجت من تركيا، وكمان عمي إجا من تركيا، وبابا وأخي يزن. رايحين بس نحنا، ماما واخواتي ودود وابني ضلوا بالبيت ما راحوا معنا هي المرة. زيارتنا على الشام ليومين 3 بس، فأخذنا أغراض هيك كل واحد بدل معه للطلعة وبيجامة نوم وهيك، فحطينا أغراضنا كلياتنا بنفس الشنطة، يعني شنطة وحدة مشان ما يكون معنا كتير أغراض. ولبست هذا البدل، شو رأيكم؟ هيك اعطوني رأيكم فيه، حلو بيناسب المعرض، عسكري وحركات وكذا. طبعا قبل ما نطلع من الضيعة عدينا على تنور الضيعة، أخذنا من عندهم خبز بفليفلة وبجبنة كمان، وأكلناهن نحن ورايحين على الطريق. وهيك مثل ما شفتوا عدينا من معرة النعمان، كانت هيك شوي عم ترجع الحياة لإلها، كان في كافيه فاتح جديد. عدينا من سد الرستان وبعدين اجينا على الاستراحة. هلا رح احكي لكم انه نحنا رايحين على معرض دمشق الدولي يلي افتتح بدمشق. رح ورجيكم شوية لقطات منه يعني مشان ما تملوا، لانه انتوا اكيد شفتوا كتير فيديوهات عن معرض دمشق، فرح تحسوا الفيديو انه ممل، انه هو بس مشان معرض دمشق. لا، رح يكون الفيديو لليومين اللي قضيناهم بالشام، يعني كان الصبح بالليل، السهرات، الطلعات، المشاوير. فالفيديو كتير حلو، رح تحبوه، فتابعوه للأخير. إذا مليتوا من لقطات معرض دمشق الدولي فيكن تكروهن يعني، بس المهم تشوفوا الفيديو للأخير مشان تشوفوا الجولة هاي بالشام، وتشوفوا الفرق بين جولتي بالشام هاي المرة وهديك المرة للفيديو اللي نزلت لكم إياه قبل هذا. الطريق أخذ معنا من إدلب للشام شي 4 ساعات، 4 وشوي يمكن، لأنه بنعدي على استراحات وهيك. وصلنا والله، وكان في تنظيم للسير وهيك، وكان في ترتيب ما شاء الله، والأجواء كانت كتير حلوة. وأول ما وصلنا أخذنا خطوط إنترنت جديدة والله، وكانت فل، يعني الإنترنت فيهم كان كتير حلو. وهلأ شوفوا الأجواء معي. السودان كنا محرومين منكم هون تجيزة. لا مو محرومين بس فكرتها حلوة. بعدين بعد ما طلعنا من الجناح السعودي سمعنا أصوات برا، وكان في أجواء كتير حلوة عند الخيام وهيك. شوفوا معي. جروحي وعلاج وبعدين رحنا على الجناح السوري. شوفوا هاي خيرات البلاد، الزيت الزيتون، الزيتون، التين، هاي الشغلات الطيبة يلي تحسوها من الضيعة، يعني عاملينها جايبينها هيك من الضيعة. شوفوا ما شاء الله التفاصيل بهذا القسم. هذا المصحف كتير كبير، يعني هيك بتضلوا تطلعوا فيه انه بتستغربوا ما شاء الله ما اكبره. رحنا لبرا، كانت الاجواء هون كتير حلوة، كان في قسم او قعدات يعني، ومكان للاكل والنقرشات وتجارب الاكل وهي الشغلات. جربنا كذا شغلة وكانوا طيبين، مثل الدرع، حلويات، شغلات يعني هيك اكلات نقرشة.
وبعدين اجينا لهون صرنا هيك نلف حوالي المعرض يعني كله. شوفوا الجامع ما شاء الله قديش كبير، حتى المعرض كتير كبير وتعبانين عليه، تفاصيله كتير حلوة. بعدين كان في عرض للأتراك، هيك رقصة للأتراك، نسيت شو بيقولوا لها. اجا وزراء كتير ومشاهير كتير وإعلاميين، بس ما صورت لكم إياهم والله، بس هيك كنا بنتفرج وبنحضر الأجواء. كان في كتير اكل هون وهيك، بس احنا ما اكلنا هون، اخذنا هيك هالنقرشات اللي قلت لكم عليها، وكنا يعني ناويين بس طلعنا من المعرض رح نروح ناكل الاكل الشامي اللي بنحبه، اللي كل ما اجينا على الشام لازم ناكل منه. الطريق والله اخذ معنا وقت يعني. بعدين رحنا على الميدان، وصلنا على الميدان، وهون كانت الاجواء ما شاء الله كتير حلوة يعني. العربايات الأكل، الشغلات الطيبة، الناس زحمة كتير. ويعني على حظنا كان يمكن كان يوم جمعة أو لأ كان خميس، بس الناس يعني بتبلش عطلتها أصلا الخميس. نحن وبالميدان اجينا على مطعم أنس لحتى ناكل عنده، مستحيل نجي على الشام إلا بدنا ناكل عند أنس. والله هالمرة كانت كتير طيبة الشاورما عنده. ونحن هون مثل ما شايفين صار في افتتاح لمطعم. وبعدين بعد ما اخذونا على البيت ما قبلنا نضل بالبيت، اخذنا قرايبينا والصوايا وهيك ورحنا على باب توما. تمشينا بباب توما والسوق وهيك، وكانت الاجواء كتير حلوة المساء. ومثل ما بتعرفوا الاجواء هنيك يعني هيك بتكون في ناس ولا كأنه يعني الدنيا ليل. بهذا الوقت انا وعم صور لكم كانت هون الساعة تقريبا 1، واكلنا من عند كرواسان الإمارية، هي اجبارية مستحيل نجي الا وناكل عنده. بعدين رحنا حتى ندور على كافتيريا، وبهذا الوقت قال طالع قرار جديد انه بتسكر الكافتريات على الساعة 1، فضلينا ندور بباب توما لحتى لقينا كافيتيريا ليدي كافيه. وهي باليوم الثاني فقنا وطلعنا على قاسيون مول. صراحة بنصحكم تروحوا عليه، كتير حلو، فيه شغلات كتير حلوة. خرجت تتسوقوا وتشتروا شو ما بدكن. نحنا تسوقنا هنيك كمان، وكان الجو كتير حلو، صورت لكم كل شي. بس في شغلات نسيت صور لكم اياها شو اشترينا. طبعا انا واختي اجينا قعدنا هون، طلبنا ميلك شيك. رحنا تسوقنا وفتنا بالمول وشربناهن، وكانوا واصلين بابا واخي وعمي، كل من تسوق على كيفه بالمول. هن تسوقوا ونحن تسوقنا، بس انا مثل ما قلت لكم نسيت اني انا عم صور اصلا لليوتيوب بهذا اليوم. ما صورت لكم شو اشترينا، بس اخذنا شغلات حلوة يعني، والاسعار حلوة حبيتها، ما انه غالية. بعدين نحن ورايحين بابا اخذنا على هذا المحل، قال تعالوا اشتروا من هون مثل ما اشتريت لامكم. قلنا له يي سبقناك، اصلا اخذنا من محل تاني، بس هذا المحل كان عامل عروض اصلا، يعني هذا اللي جابنا البابا عليه. بعدين اجينا على هذا المول، كتير فيه شغلات حلوة، حبيت انه هيك كيف مغلفين الخضرة الفواكه، شلون نظيف مرتب. فيه شغلات كتير يعني
فيكن تشتروا تتسوقوا كل شي كل شي كل شي للبيت. يعني شوفوا شلون الخضرة مثلا والفواكه هون، حبيت انه مغلفة ومسعرة ومحطوطة هيك تاخدوها على الجاهز يعني. شو وضعها ظريفة؟ قديش متقنين ونضاف عن جد ما شاء الله. بعدين رحنا حتى ناخد قهوة ويطحنوا قهوة يعني تازة بيطحنوها وهيك من هذا القسم. هون في حلويات، في بزورات، في شغلات طيبة يعني. بعدين رحنا ونحن عم ناخد قهوة وهيك، غلوا لنا قهوة وذوقونا اياها، شربونا اياها طيبة والله. قهوة بن الشامي. نحن وقت بنجي على الشام او بابا بيجي على الشام بياخد منا يعني. انا بحب هاي الانواع زمان. انا مو شايلة شي، ما دخلني. خلصنا. بعد ما طلعنا من المول كنا عم نخطط وين بدنا نروح. كنا حابين نروح على الربوة او على مكان هيك عالي مثل جبل قاسيون او شي، بس كان بدنا شوية اغراض من باب توما، وكان بدنا نتعشى بالشام، ما بدنا نتعشى بالربوة. فقررنا انه نلغي روحة الربوة ونروح على باب توما من اول وجديد، بس هالمرة مع بابا وعمي واخي انه يعني حيروحوا معنا. شوفوا هون الطريق عم بيزبطوه مشان تصير الطرقات افضل من الحارات القديمة. بخصوص الأمان يعني الجو أمان، فيكم تضلوا بالشام لحتى تسكر كل المحلات للساعة 4، يعني للساعة 4 والمحلات لسه فاتحة. ففي ناس كتير تتساءل إنه بيسألوا إنه معقول أمان تمشوا بالشام بالليل، أو معقول إنه نحنا نجي زيارة من برا على سوريا. بيجيني كتير أسئلة من متابعيني على الانستغرام، بيكونوا هن ساكنين برا يعني بتركيا، أو حتى إنه مو سوريين، بيكونوا سعوديين أو شيء، بيسألوني سؤال: سوريا آمنة للزيارة؟
أو آمنة للتسوق أو آمنة حتى نجي عليها. فأكيد آمنة، يعني نحنا ما عم نرجع وقت بنسافر أو نطلع وكذا، ما عم نرجع على البيت للساعة 3 لهالوقت. فكتير الجو حلو وما حدا بيتعرض لحدا، بالعكس الناس كلها بالشوارع وكتير زحمة، فما في قصص بتخوف أبدا. شوفوا الزحمة ما شاء الله. هلا هون ما رح فوت، بس شوفوا المنظر قد ايه حلو. هاي قهوة النوفرة المشهورة. هون الجامع الأموي. شنطايل عدة التصوير. لا برأيي ما في يصورنا فيديو بينزلوا حالي انا وعم سلينا كتير وانبسطنا كتير. بعدين طلعنا وسألناهن على أحلى مكان وأطيب مكان بالشام بيعمل أكل طيب، فدلونا على مأكولات الشام ورحنا لعنده، وقالوا لنا في كذا فرع لإله بالشام، فنحن رحنا على الفرع اللي بيكون أقرب شي على السوق. صراحة ما بعرف شو اسم المنطقة، ما حأعرف دلكن، بس اجينا على هذا الفرع على مأكولات الشام، والأكل عنده يعني خرافي، بجنن بجنن، كتير طيب ونكهته كتير لذيذة ونضيف كتير. يعني عم حاول دلكن على الأماكن اللي أنا رحت عليها اللي لقيتها أحلى شي، مثلا عم دلكن عليها الأكلات الطيبة، الأسواق الحلوة. فما في مبالغة بحكي أبدا، وما في أي إعلان مدفوع أو أي شي من حدا، بالعكس يعني. بس أنا حابة أورجيكم كيف الشام، ورجيكم فرق زيارتي هاي المرة وهديك المرة، وإنه انبسطنا فيها. كانت يعني زيارة حلوة، قضينا يومين كتير حلوين بالشام. الأسواق صح رحنا على نفسها يعني على يومين، بس كل مرة كانت الأسواق بتختلف فيها، الأجواء بتختلف، وكتير يعني أخذنا شغلات حلوة وهيك. صراحة العيشة بالشام حلوة كتير، بس يعني مكلفة، بدها مصاري كتير. لأنه يعني يعتبر مثلا عن إدلب، عن المنطقة اللي نحن ساكنين فيها بإدلب، إنه الشام لا، الشام أغلى، يعني اللي كان بالأكل الشرب أي شيء، يعني الشام أغلى. فالله يكون بالعون يعني. بس صراحة بعطي لزيارتي للشام بهاي المرة 10 من 10. غير هديك المرة كليا، اللي راح يشوف هداك الفيديو راح يلاقي الفرق بين كلامي عن الشام هاي المرة وكلامي هديك المرة. بس بيفرق لأنه أصلا كان في يعني يا الله يعني يختلف الوضع بعد التحرير، بيختلف عن هلأ. وهيك بعدين بعد ما خلصنا قررنا انه نرجع بنفس اليوم بس بالليل، حتى ما نرجع ننام ونفيق الصبح ونمطمط وهيك، فلا انه نرجع بنفس اليوم على ادلب. ومثل ما قلت لكم الطريق الحمد لله امن، خرج الواحد يرجع. رجعنا بنص الليل نحنا، فعدينا على استراحة كرومة. يعني مستحيل نروح على الشام أو أي مكان تاني ونعدي من استراحة كرومة إلا ونعدي وناخد من عنده الأكلات الطيبة والحلويات والمونة وهي القصص. فنحن وقت بنجي على كرومة بناخد من عنده الهريسة، وبناخد من عنده حلاوة الجبن. شوفوا هاي الأسعار رح أحطلكن إياها مشان تشوفوا يكون عندكن علم، مشان إذا حبيتوا تجوا تعدوا تاخدوا من هون. حتى عندهم المونة كتير طيبة، المونة يعني. بس هيك كان الفيديو، والله ان شاء الله تكونوا حبيتوه. لا تنسوا تكتبوا لي رايكم بالتعليقات. هلا انا ما بعرف اذا باليوتيوب هيك بتعلقوا بتتفاعلوا، بس يا ريت تتفاعلوا معي، يا ريت ترفعوا لي الفيديو. لا تنسوا تحطوا لي لايك كمان مشان فيديوهاتي تطلع. مثل ما بتعرفوا انا فيديوهاتي عم نزلها جديد وقناة جديدة، لا تنسوا تتابعوني. حتى انتوا لو عم تشاهدوني من الشاشة من قلب البيت، فيكم بالجهاز تكبسوا تطلعوا على قناتي وتعملوا اشتراك. وبس هيك رأيكم بيهمني مثل ما خبرتكم. ولا تنسوا تكتبوا لي انتم كمان اذا زرتوا الشام ورحتوا على الشام، تكتبوا لي تجربتكم بالشام كيف كانت، واكتبوا لي من وين عم بتتابعوني. وبس هيك، بحبكم كتير، سلام.